بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. ووضح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي ليه أشد من الزنا. إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الحقيقة الأمر صعب جدا جدا، ولا بد ان احنا ناخد بالنا منه جدا جدا، نكون حريصين في كلامنا. الله سبحانه وتعالى وصف الغيبة والنميمة في القرآن الكريم وقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيلوا، وصفها إن الغيبة والنميمة إن إحنا لحم أخونا أو أختنا اللي إحنا بنتكلم عليهم كأنه لحم قدامنا ميت وإحنا بناكله. هل نستطيع إن إحنا نقبل على نفسنا الوصف الصعب ده؟ وهل هنقدر إن صاحب الغيبة اللي إحنا اختبناه أو نمينا عليه ما يسامحناش ونلقى وجه كريم، وجه الله سبحانه وتعالى، وفي حقوق عباد معلقة في رقابنا؟ الحقيقة المشهور للأسف الشديد عن جلسات النساء والبنات إلا من رحم ربي طبعا، إنها بتكون مليئة بالغيبة والنميمة والقيل والقال. فلانة اتجوزت، فلانة اتطلقت، فلانة اتقال عليها كذا، ده ابن فلانة سافر وما قالناش، ده ابن علانة عمل ايه، وكتير كتير من الكلام، بالإضافة إلى كشف عورات بيوتهم على الملأ مع بعض من أدق التفاصيل، وحرمانية الأمر في الكلام الخاص عن العلاقات الزوجية، وتكون الجلسات سيئة جدا جدا. بدل ما يطلعوا منها بزاد ويطلعوا منها مبسوطين أو يقرأوا حاجة وتحفهم الملائكة من القرآن الكريم، لا، يطلعوا محملين بسيئات كبيرة جدا جدا. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا نذكر أنفسنا وإياكم به: الغيبة والنميمة في جلسات النساء، وليه اشتهر عن جلسات النساء والبنات بهذا الأمر من الغيبة والنميمة. إن شاء الله هنناقش الموضوع ده مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى، إن شاء الله أنك ومستمعينك بخير، وشكرا لاستضافتي مرة ثانية في برنامجك المميز قوارير. شكرا جزيلا لحضرتك، أهلا ومرحبا بك. الحقيقة يا أستاذة خديجة، موضوع الغيبة والنميمة موضوع صعب جدا جدا واسم كبير جدا جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية منه. في البداية خلينا الله. نتكلم عن جلسات النساء والبنات. ليه مشهورة عنها يا أستاذة خديجة إنها جلسات دائما فيها غيبة وفيها نميمة وفيها الكلام على خلق الله؟ طيب هو المشهور هو هكذا، مم. والسبب من طبيعة المرأة تستذل بالكلام، تستمتع بالكلام. طبيعة مم. المرأة هو كده، تحب الحكايات والتفاصيل، والمرأة عبارة عن تفاصيل. طيب، المرأة تنظر للحياة كلها من خلال التفاصيل، ليس كالرجل. مثلا الرجل يشوف الحياة كلها لوحة واحدة، المرأة اه. تشوف تفاصيل اللوحة وتفصفص الأشياء. لذلك هي مربية عظيمة، يعني لأنه هي مم. تراقب أولادها، يكون عندها 3 4 أولاد، تعرف تفاصيل التفاصيل، من أقل حركة يسووها ما يعرفها الأب الرجل. مم. هذه طبيعة المرأة هكذا، مم. وطبيعتها لحبها للتفاصيل تحب تشارك هذه الأشياء. كمان اه، المرأة مخلوق يحب سمعي، يعني يحب الكلام ويحب بالظبط. الاستماع. مم. فبطبيعة خلقها هي هكذا، فلازم يكون في قصة، عارفة، فتحكي وتقص مم. وتبهر القصة وتحكي تفاصيل، مم. ومبدعة في هذا الجانب. فالنساء الأخريات بطبيعة الحال بفطرتهن يحبوا يستمعوا للكلام هذا كله، فبعدين يدلوا بدلوهم. فتبدأ مم. القصة بمسلسل واحد يصير بقدرة قدر 30 حلقة هم جالسين يتكلموا، يعني مم. لقوة الخيال اللي عند المرأة. فده الطبيعي تبع المرأة. مم. لكن كيف الآن تحولنا من الطبيعي هذا إلى الغير طبيعي؟ إن إحنا أصبحت جلسات النساء أو حديث النساء والموجود في فطرتها نفسه بشكل طبيعي جدا في سلوكها، مم. أصبح يعني باب عظيم جدا من باب الآثام والذنوب. للأسف الشديد. هذه الإشكالية، يعني شفتي مم. القوة هذه الموجودة.
تحولت إلى الجانب السلبي بدل هي ما هي في الجانب الإيجابي. فهذه الإشكالية، يعني ليش النساء بالذات؟ والواقع الآن أصبح الرجال والنساء، بس النساء ما زالوا هم أكتر متربعين على هذا الشيء بشكل طبيعي، لأن قدراتهم قدرات، احنا عندنا قدرات خارقة في الكلام، احنا ممكن نتكلم 3-4 ساعات ما نتعبش يا أستاذة خديجة. ايوه عادي، احنا ماسكين تليفون، ممكن انت بتحلي مع ولدك الواجب، ولدك ثاني بيقول لك المشكله بتكلميه، وعادي جدا انت، لانه هذا بيخلق حاله من الحاله الاجتماعيه كمان. التواصل اللفظي والقدره على الاستماع والانصات بيخلي عندك علاقات اجتماعيه. لذلك الابناء ليش بيجوا يحكوا مشاكلهم لامهاتهم، ما بيحكوها لابائهم؟ لان الام تسمع بكل حواسها وتشوف تفاصيل القصه كانها محقق، وبعدين تفهم الموضوع، فهذا يشبع أشياء كثيرة جدا للطرف الآخر، فهي عندها هذا الشيء، الملكة دي موجودة يعني. أما الآن اللي صار إيش سوء استخدام لها فقط. طيب الجلسات دي يا أستاذة خديجة ساعات يعني ما بتكونش غيبة ونميمة فقط، لكن لا، ده يعني المستوى بيعلى شوية. بيعلى بإيه؟ إن هم يبدأوا يتكلموا عن أسرار بيوتهم، كل واحدة بتتكلم عن المشكلة اللي في بيتها مع زوجها أو مع حماتها، تتكلم عن تفاصيل خاصة ما بينها وما بين زوجها، من باب الفضفضة أو من باب تبادل الخبرات، وإن دي قعدة ستات وما حدش موجود وإحنا أصحاب وثقة والكلام اللي حضرتك عارفاه، ولكن تلاقي الحديث لو سمعتيه تخجلي منه. فعايزين نتكلم على نقطة كشف الأسرار في الجلسات النسائية، أسرار البيوت. طيب أول شيء لازم ندرك اليوم من الفضفضة نوع من التعري النفسي أمام الآخر. طيب مثل فسخ الملابس يعني بهذا الشكل، يعني هذا بيكون لما اليوم جلسات النساء سبحان الله، يعني من ترك الشريعة احتاج إليها. نرجع نقول نفس الشيء اليوم. نحن كمسلمين مشكلتنا مش في الكلام ولا في الفضفضة ولا في جلسات النساء، المشكلة في غياب الهدف من الكلام نفسه. نحن ليش بنتكلم؟ نحن ليش بنفضفض؟ إيش الهدف؟ اجتماعنا نحن ليش؟ ما هو الله سبحانه وتعالى قال إيش في القرآن الكريم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل شيء مسجل. طيب في التسجيل ده كله أين الله سبحانه وتعالى؟ فين الهدف؟ فين الاستثمار؟ ما هو المسألة مو مسألة فضفضة ولا جلسة نساء ولا كلام، ما هو في وقت قاعد يروح، وفي جهد، وفي طاقة، وفي أشياء، يعني في أشياء كثيرة جدا جالسة توضع في هذه الجلسة كلها. غياب الهدف في حياة المرأة هو اللي أوجد لنا جلسات الفضفضة وجلسات النميمة والغيبة. المرأة في الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته خرجت من الجاهلية دي كلها، وأدركت اليوم أن هي والرجل أنداد. طيب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. لما عرفت أن هي والرجل هم سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، أمام التكاليف الشرعية، كان همها أنها تطلب العلم وتكون ترتفع في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وسألته، قالت يا رسول الله ذهب الرجال بالأجور، يعني اجعل لنا من نفسك يوما تحدثنا. طيب معناها أن المرأة كانت حريصة أنها تتعلم زي ما يتعلم الرجل، وتطلب العلم وتنشره وتقيم المجتمع وتساعد في بنائه. هذا كان هدفها الأساسي. لذلك حتى لما يجتمعوا النساء كانوا يجتمعوا عندهم كلهم هذا الهدف، فكانوا كل واحدة تدلي بدلوها مما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما تعلمته من زوجها أو إلى آخره. فكان ما في الفراغ هذا موجود. اليوم النساء ما عندهم أي هدف في الحياة. أقصى آمال المرأة أنها تتزوج وهكذا تكون فزت ورب الكعبة، وبعد الزواج تجيب أبناء وتستثمر في الأبناء من ناحية تعليمهم، أكلهم، شربهم، يعني الرعاية. طيب وإذا تخرجوا زوجتهم خلاص أديت رسالتي في الحياة. هذه رسالتها في الحياة، وهذه ولا شيء. هذه الرسالة مو هذا أساسا دورك في الحياة. هو أنت اليوم كزوجة ولا أم ولا مربية، هذا دورك بس مو رسالتك في الحياة. رسالتك في الحياة شيء مختلف تماما يعني. طيب هو امتداد، الإنسان يموت والرسالة تبقى في الأرض يعني، ويكملها من يكملها. غياب الهدف هو اللي أوجد لنا مجالس النساء ومجالس الفضفضة. غياب الهدف هو اللي أوجد لنا جلسات النميمة والغيبة. غياب الهدف هو اللي استباح واستحل إظهار ما لا يجب إظهاره في هذه الجلسات. طيب لدرجة أنهم يتكلموا ما يحدث في غرف النوم. طيب طبعا تجاوزوا الحد، لأن الجلسات هذه أساسا يحضرها هم والشياطين،
طيب، وهي مرتع للشيطان. فبالتالي ايش اللي راح يصير؟ في متعه في الكلام، فالكلمه تسحب كلمه والقصه تسحب واقول لهم يعني ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، كلهم يعني يدفوا بعضهم البعض في هذا الاتجاه الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. اذا المشكله مو في الفضفضه اليوم. اذا في هدف من الفضفضه اني انا اليوم بقول انا ايش عندي مشكله ولا شيء في حياتي من اجل اخذ النصح والارشاد والتوجيه، ما في مشكله، هذا شيء فيه خير. بالعكس، الكتمان ما في فائده، لانه الانسان لما يفضفض بشكل ايجابي هو بيستفيد والجميع بيستفيدوا. طيب، اذا لكن الفضفضه فقط من اجل الفضفضه هذا تعري. ومع الاسف مو التعري فقط هذا النفسي، اصبح الان حتى التعري الجسدي موجود عند النساء، انه احنا كلنا نساء فيظهروا من العورات. بالظبط، دي من النقاط المهمه اللي انا كنت لسه اتكلم فيها مع حضرتك. جلسات النساء خاصه مثلا الحفلات الحنه اللي هي قبل العرس، جلسات مثلا لو الافراح اللي بتبقى النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، بتلاقي كميه تكشف غريبه. يعني انا بحس ان بعض النساء وبعض البنات بيتنافسوا مين هتظهر اكتر، مين هيكون لبسها كاشف اكتر. فكأنك انت رايحه حفله تعري يعني. ايوه، ليس حفله نساء يعني، هذا هو. وتحت ذريعه ايش؟ كلنا نساء. ايوه بالظبط، كلنا نساء. جاء الاسلام جعل ضابط شرعي لاظهار المراه زينتها امام النساء. فاللي يظهر من المراه امام النساء هو ما يظهر من المراه امام محارمها من الرجال، هذا هو شرعا. هل النساء يعرفوا هذا الشيء؟ ما يعرف. يقول لك من السره الى الركبه. من فين جات من السره الى الركبه؟ يعني ما فوق هذا كله يظهر مثلا، هل يجوز؟ ما يجوز طبعا يعني. فهنا اذا غياب الحكم الشرعي وغياب العلم وغياب الهدف خلاص جعل الموضوع مرتع سهل جدا للمرأة أنها تسوي تجاوزات نفسية وجسدية وعاطفية وعقلية دون مراقبة لله سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان لما يغيب الهدف عن حياته خلاص أصبح حياته كلها عبارة عن فوضى وملذات وشهوات تلبى بأي شكل من الأشكال. فحتى الغيبة والنميمة أصبحت من الفواكه للنساء، يعني من الشيء اللذيذ يعني اللي تتفكه به المرأة وتختار فقرة كمان في الغيبة اليوم. ويعني بهذا الجراءة، وهذه جراءة على الله سبحانه وتعالى قبل ما تكون جراءة على الناس. طب أستاذة خديجة، بعض النساء لما بيحضروا مع بعض الجلسات سواء كانت حفلات زفاف أو حنة أو جلسات عادية، احنا عاملين يعني بارتي كده للستات والبنات مع بعض يتبسطوا وبيبقوا ملابسهم مكشوفة للغاية، فبتبدأ تطلع البعض منهم توصف اللي شافته عند مثلا أخوها. فيا بنت الحلال مش عيب كده، اصل اخويا بيدور على عروسه فانا وصفت له العروسه. وصفت العروسه من منبت شعرها لاخر صابع في قدمها، فهي وصفت كل شيء. طيب، او اللي بتوصف من باب الوصف والكلام والحديث وفقط، ده فلانه دي ما شاء الله، ده علانه دي. فنقطة الوصف فيما بعد بقى ان انتي تطلعي بره تبقي انتي ست محترمة ومتحجبة وراجل غريب اجنبي عنك عارف شكلك وتفاصيلك وانتي بدون حجاب. هذه كمان من الإشكالية. ما هذه الإشكالية، الجهل دي مصيبة، انا بعتبرها مصيبة يعني. عدت الإشكالية يا أستاذة خديجة، دي كارثة. هو لأنه شفتي عدم معرفة، عدم وجود العلم عند المرأة أو الهدف أنها تتعلم. المرأة ألغت عقلها وسلمت موضوع العلم بالأحكام الشرعية للرجل، فصارت علاقتها مع الدين هذا هو عبارة عن فتاوى. طيب، أنا احتجت مشكلة في هذا الإشكال، أنا شايفة أنه عندي مشكلة في هذه الشغلة، ممكن أروح أسأل فتوى شرعية للرجل. طيب، أو حتى الامرأة إذا اجتهدت شوية امرأة أخرى في طلب العلم، وخلاص أخذ هذه الشغلة الورقة البسيطة جدا من الإسلام كله وأعيش في حياتي. طب وباقي حياتك مثلا كيف أنت عايشته؟ ما هو أنت لازم تدركي اليوم أنه لا تصف امرأة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهى عن هذا الشيء، لأن هذه كبيرة يعني. كيف تصفي امرأة لرجل آخر حتى لو يبغى يتزوج؟ حتى لو يبغى يتزوج ما يصح أنك تصفيها، ما يصح، لأنه طرق الزواج دي نعرفها إحنا في الإسلام. عرفتي؟ فغياب العلم الشرعي في حياة المرأة، وجود الجهل، وغياب الهدف، خلى المرأة اليوم تحضر الحفلات هذه وهي متكشفة، وهي غير يعني تشعر ان هي في مأمن، انه احنا نساء فقط.
والنساء الأخريات، يعني كله سبحان الله يصف كله. وبتطلع فصارت مشاكل المرأة كتير من المحجبة هي الجلسات دي، المشكلة. بتلاقي البعض خان الأمانة وبدأ تصور بالموبايل ويضيع الموبايل نعم بتاعها في بعض الأوقات، وحد ياخده ويبدأ ينشر الصور وتكون فضائح. صحيح. عشان كذا صار الموضوع شائك إنه الواحد يحضر في حفلات النساء ولا ما يحضر. أيوة. والمفروض انه اكثر الناس علما وفهما لما يحضروا في هذه الحلقات او في هذه الحفلات يحضروها ما يتركوها، من اجل تبيين الحق ورؤيه الشيء بعينه. يعني اليوم لما تروحي انت حفله وتشوفي الموضوع مزري بهذا الشكل، اول شيء تحتاطي لنفسك، ثم تبدأي انه الاقرب فالاقرب فالاهم فالاهم من هذا الاشخاص انه تعلموا يعني انه ما يجوز هذا الكلام، وهذا الشيء ما يصح، وهذا حرام، وهذا بشكل واضح. مو احنا نغلف الاحكام الشرعيه بعض الاحيان بكلمات مثل هذا عيب. عيب كلمه خفيفه، لكن لما نقول حرام خلاص وصلنا احنا مستوى معناها انت بترتكبي شيء محرم. يعني معناها انه تحتاج الان في انه احد يوقفك عند حدك، معناها هذا هو النظام تمام. فلما يصير هذا الشيء المتداول والموجود في مجتمع النساء يمكن يصحوا نقول نحن، لكن يجب ان يقوم احد من النساء بالامر المعروف والنهي عن المنكر في داخل مجالس النساء بما يحدث فيها من التصوير مثلا، من الظهور بملابس يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى، بإظهار العورات، بالغيبة، بالنميمة. يجب أن يقوم بالأمر المعروف في داخل النساء نفسهم بدون خوف بدون أي شيء. يعني اللي تجرأ على الباطل يجب أن يكون أهل الحق أكثر جراءة في قول الحق وفي نشره. طيب، بعض النساء او بعض البنات لما نتكلم معاهم في الامر ده، وان لا يليق ان انتوا تكون جلساتكم كلها غيبة ونميمة وكشف عورات واسرار، فيكون الرد ايه؟ يعني انت عايزانا نقعد نقرأ قرآن ونتدبر في الاحاديث؟ احنا ما بنشوفش بعض الا على فترات كبيرة ومتباعدة، فاحنا المفروض بقى يعني صاحبتي وحشاني، ده جاية من السفر بقالها سنة ما شفتهاش، الكلام ده كله نرد بإيه عليهم لما يقولوا لنا لا، ما هي الجلسات دي لازم تكون جلسات لطيفة وجميلة، ما احناش هنقعد نمسك السبح نسبح ونقرأ قرآن؟ هو مو مطلوب اساسا كذا. يعني المفروض انه لكل مقال مقال. يعني طالما احنا اجتمعنا نجتمع ونبث اشواقنا وننبسط بالجلسه، بس مو لازم يكون بالحرام. يعني مو لازم نجيب غيبه ونميمه، مو لازم. خلاص اجتمعنا انا صديقات مثلا، اثناء الكلام نتكلم عن انفسنا، طيب ما في مشكله. ولما نتكلم عن انفسنا لازم نكون احنا واعيين ايش مساحه المساحه المسموح بها شرعا للكلام عن ايه اللي انفسنا بدون ينفع ما نذكر يتقال وايه اشخاص. اللي ما ينفعش يتقال عن حياتي يا استاذة خديجة في الجلسات دي مع اصدقائي المقربين؟ هو درجه القرابه هو ده الكلام. يعني هو لازم نتكلم عن حياتي يعني في الجلسات النسائيه، ما ينفع نتكلم في اي شيء ثاني. يعني ما ينفع نتكلم عن والله سؤال احلامنا محترم جدا. وطموحاتنا. هو فعلا لازم الجلسات ما تبقاش جلسات حلوة الا لما نتكلم عن حياتنا؟ انا عارفه. يعني ليش لازم يعني في كل جلسه مثلا اجيب اولادي وزوجي وعائلتي في القصه دي كلها؟ المفروض انا جالسه بشحمي ولحمي مع صديقاتي، معناها اتكلم انا عن نفسي، عن طموحاتي، عن احلامي، عن ما مررت به، ايش صادفني، ايش مش عارف ايش تعلمت، ايش استفدت، ايش طبخت، ايش شيء جديد مارسته في حياتي. المفروض هي كذا. يعني تبادل. الجلسه هي عباره عن تبادل خبرات واشواق. فليش لازم نحن نعتقد انه لازم اجيب قصص من حياتي وعلاقتي مع زوجي وعلاقتي مع اولادي وعلاقتي بمشكله الفلانيه واجيب علانه؟ ليش لازم هذول كلهم؟ ما في بدائل مثلا؟ مو لازم نمسك السبح وكذا، في جلسات كثيره جدا توسع الصدر، الواحد يجلس فيها قصص، فيها عبر، فيها افكار، فيها اشياء كثيره جدا. هو فيها الهدف. تبادل خبرات. نعم هو الهدف. احنا ليش مجتمعين؟ الهدف ايش هو؟ ننبسط بالكيفيه اللي ترضي الله. خلاص يلا حتيجي الافكار، حتيجي القصه ورا قصه، صار معي الموقف الفلاني، حتحكي طب كيف عالجت الموضوع ده، كيف مش عارف ايش، والوقت حيمضي. يعني عارفه. فهو هذه الفكره. لكن العقل محصور انه لن تحلو هذه الجلسات الا باني انا افتح ملف حياتي واسراري وفضفض ونجيب شويه غيبه ونميمه وهكذا. يعني هذه الفكره. والفكره ما هي كذا اساسا يعني. طب أستاذة خديجة، عايزين ندي بعض النصايح للجلسات دي تكون برضو جلسات لطيفة وجميلة وفيها فيها الدعابة والضحك والهزار، وتكون برضو جلسة ما فيهاش ما يغضب رب العالمين. تنصحي النساء بإيه وتنصحي البنات الصغيرين بالذات بإيه؟
طيب، هو صار في مفهوم عند النساء إنه التدين أو التمسك بالدين معناه حرمان من الحياة. وذا خلى إنه طيب نحن ما بنقدر مثلا نجلس براحتنا نحكي ونقص ونلبس ونبغى مثلا نرقص، ممكن هذا العادي تبع الناس. لا، عشان الإسلام ما احنا ما جاء بنعملش عزلك ده عن الحياة. بره، واحنا لبسنا كله حشم بره ولبس شرعي، فبالتالي هي دي الفرصة ان احنا يعني نفك عن نفسنا بقى مع بعض، ستات وبنات بقى مع بعض يا استاذة خديجة. فبالتالي بدل ما نعمل ما يغضب ربنا بره، فاحنا مع بعض جوه. ايوه، فكوا بس مو برضو بالكيفيه فكوا اللي بس ترضي الله بالراحة، سبحانه يعني وتعالى، بلاش تفكوا على ايوه الاخر. ايوه بالحد، يعني بالحد الشرعي المقبول شرعا والمقبول عرفا كمان وفطرة، لأن المرأة أساسا فطرتها ما هي جاية مع التعري ترى، وهذا التعري جاي من خلال الأفكار والمفاهيم اللي هم ماسكينها. هذا الشيء من جهة. الشيء الثاني انه اجعلوا لكم هدف في الجلسه. الهدف ما هو كلمه عمليه وبغيضه يعني وكريهه، انما الهدف انا جايه مثلا مجتمعين نحن عشان ننبسط، خلاص ننبسط بدون ما نذكر احد، ونتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، وانه ما نجعل المجلس ده هو مجلس تؤخذ فيه حسناتنا وتعطى للاخرين، انما بالعكس نحن نتزود بالحسنات وبالطاقه وبالسعاده وبالفرح، ونستمتع بهذه المجالس ونروح لحياتنا ونكمل مشوار حياتنا. هذا مهم جدا. سبحان الله، النية تصنع الفرق، والله النية تصنع الفرق. إنما الأعمال بالنيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني الهجرة لله، هجرة الشهوات والأعمال السيئة وما يغضب الله سبحانه، إذا كان لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، يعني تتواب شهوات الدنيا وملذاتها وإلى آخره بدون الاعتبار لله سبحانه وتعالى، بس كل واحد راح يأخذ حسب نيته. فوضع النية قبل هذه الجلسات يعيننا الله سبحانه وتعالى فيها لما يحب ويرضى. لكن لما ما نضع نية أساسا، خلاص إما هذه المجالس تحضرها الشياطين، إما أن تحضرها الملائكة. أنت اللي تختار اليوم مين يحضر مجلسك. يعني حتى جلسات الفرفشة أنت اللي تختار من يحضر معك في هذه الجلسات. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى فأنت محفوظ ومحفوظ، وإذا ما اتقيت الله سبحانه وتعالى فخلاص، فالإنسان يدخل في وزر ثم وزر ثم وزر. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه إنسان كل شيء رح يسأل عنه. كل ساعة قضاها مع فلان الفلاني رح يسأل. إني كان لي قرين، رح يسأل الإنسان إيش سويت، إيش قلت له، إيش فعلت له، هذا كله حيسأل. مجرد إحساسنا من فكرة السؤال هذه وتفكيرنا فيها أنها عميقة جدا يمكن يخلينا نفضل نجلس لوحدنا على أن نختلط بالناس وما نقدر نسوي لهم أي شيء. والآن إحنا مجبورين نختلط بالناس من خلال السوشيال ميديا، من خلال الزوم، من خلال الاجتماعات، من خلال المكالمات الجماعية، برضو بنجتمع. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في هذه اللقاءات وفي هذه الجلسات في هذه المجالس، لأنه يوم القيامة راح تعرض علينا مرة أخرى. بالضبط. وما ساعتها ما راح ينفع أي ساعة ندم، فالآن هو العمل فقط. فعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلساتنا كلها عامرة بذكره، ويكون جلسات فيها من الطاعة ومن الأدب ومن الخلق، وبعيدة كل البعد عن أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والزوجية واللايف كوتش، على وجودك معانا. جزاك الله كل خير على هذا الطرح الطيب والمتميز. وطبعا الشكر موصول لكل متابعين شبكة سلام وكل متابعين برنامج قوارير. نذكر أنفسنا وإياكم إحنا كل قول وفعل وعمل، كل قول بيطلع من أفواهنا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل كلمة بنقولها. لا داعي أبدا ان احنا نطلع اسرار بيوتنا او نتكشف اسرارنا وبيوتنا وعوراتنا، وان الجلسات انها لابد انها تكون فيها غيبة ونميمة عشان نستمتع بيها. بالعكس احنا كده بناخد سيئات كتير جدا احنا في غنى عنها. المفروض جلساتنا دي تكون عامرة باشياء ترضي الله سبحانه وتعالى، ونتبادل خبراتنا مع بعضنا البعض، ونتفقد احوالنا ونواسي بعضنا البعض، ولكن في الحدود اللي قالتها الأستاذة خديجة. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج قوارير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.